الفريق العريق في سوسة في الكاس وفاز علينا من ناحية الفنية ومن ناحية التكتيكية 2-0. احنا الاولانيين هو الثاني، يعني ما احناش احنا المطلوب منا 100% باش نهاجموا باش نخلطوا على النقطتين اللي بيناتنا. هذا موجود طريقة ماهيش دفاعية، ولكن فما في كل مدرب اللي يسمع فينا واللي يراه يعرف في كرة القدم فما طرق اللي باش ريكوبيراسيون دي بالون، باش تفتك الكرة وبعدها تهاجم بها. يعني فما الفردي فما المنطقي، فما الميكس، فما النجم الساحلي تعمد على الطريقة هذه، فيعرف عناصر ممتازة للترجي وفازوا علينا في سوسة وفي عدة مباريات في المنزه بالخميري بالناحية بالطارق باللجنحة نتاعها وكذا وكذا. حاولنا في سوسة باش نلعبوا لهم البريسينج، يعني الضغط في المناطق نتاعو، ولكن لاعبين الترجي بلمسه اثنين يتخلصوا من 3-4 لاعبين من النجم ويهاجموا النجم 8 من الترجي ضد 6 وضد 5 من النجم، وكادوا ان يسجلوا اكثر من اهداف في سوسة. يعني انا هو الممرس عمرو الديب من ضمن عنده خبره كافيه، ما نظنش يحصل للشيء هذا، وصلح في المباراه نتاعو وتعمد على الهجومات المعاكسه. الهجومات المعاكسه نقصها عنصر هو السرعه نتاع الجابس اللي ما شاركش في المباراه. به